بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هعمل صينية مكرونة بشاميل. معايا لحمة مفرومة، بصل، وبشرة طماطمية واحدة، وفلفل أخضر على شطة، مش عايز شطة بلاش. وهعمل للبشاميل 6 معالق دقيق عشان هعمل الطاجن الوسط ده، البايركس الوسط اهو. هما بيبقوا 3 مع بعض، انت اعملي الوسط منهم او شوفي هتعملي قد ايه فزودي ضعف الكمية بشاميل. الوسط ده بياخد كيس مكرونة واحد بس، كيس مكرونة اللي هو نص كيلو، الملكة او حوا او الكيس اللي انت بتشتريها اعملي فيه كيس عشان ما تبقاش القطع عالية معاكي قوي. بلاش تكتري في المكرونة، كتري في البشاميل علشان يبقى جوسي كده وفي مليانة بشاميل بتبقى حلوة. والبهارات بقى معايا قرفة، جنزبيل للحمة، وجوز الطيب، وشوية فلفل وملح. يلا بينا بقى نعمل العصاج والبشاميل ونسلق المكرونة، نعمل كله مع بعض ان شاء الله. نعمل البشاميل. هنحط 6 معالق كبار دقيق، نحط شوية زيت على سمنة هنا عليهم 6 معالق كبار دقيق. تمام. هنا هنعصر اللحمة ونديها صدمة الأول، هننزل كده باللحمة. ده ربع كيلو لحمة، لازم نحتفظ عشان طبعا اللحمة غالية. وهعمل طاجن وسط مش كتير، عليهم كيس مكرونة. قلبي الدقيق لحد ما ايه ريحة الدقيق كده تطلع. لازم اللبن لما تحطيه عليه يبقى دافي، ما يبقاش سخن قوي، يبقى دافي. هنشوف اللحمة اهو. نديها صدمة من ناحيتين. خلاص الدقيق اتشوح معانا، ننزل باللبن مع التقليب المستمر اهو. بسم الله. هنفضل نقلب كده باستمرار عشان ما يكلكعش معاك. هي كده اللحمة، حطيت عليها البصل بعد ما خدت الصدمة. بعد كده شوحتها بالبصل شوية، هنزل بقى بالفلفل اهو والتوابل بتاعتها، قرفة، جنزبيل، فلفل، بهارات لحم. تمام. قلب بقى كله مع بعض كده. هنحط رشة جوز الطيب، اللي مش حابب يحط جوز الطيب ما يحطش اهو. هنا في البشاميل برضه هحط شوية جوز الطيب. نسيب اللحمة بقى تستوي، وشوية فلفل في البشاميل، ومكعب مرقة هنا في البشاميل هنا. المكرونة انا ولعت عليها تستوي اهي، ما تخليهاش مستوية قوي، طلعاها نية
هنطلعيها نية شوية. انا كده طفيت عليها وصفيها. وادي البشاميل اهو. شايفه القوام بتاعه عامل ازاي؟ ده كده قوام البشاميل. اول ما يغلي اطفي عليه على طول، قلبي فيه على طول علشان ما يعملش اي كلاكيع معاكي. ولو عمل اضربيه بالهاند بلندر او اضربيه في الخلاط. دي التوابل اللي احنا حطيناها. حط فيه بقى شويه ميكس جبن كده، شيدر على رومي على موتزاريلا اهو. تمام كده احنا خلصنا كل حاجه مع بعض. عملت البشاميل مع العصاج مع المكرونه. خلصي نفسك كده وانجزي على طول كل حاجه مع بعض. هنقفلها بقى. نقفل بقى المكرونه. شايف البشاميل عامل ازاي؟ والقوام بتاعه يبقى كده تحفه. هحط شويه بشاميل على المكرونه كده عشان تبقى كلها جوسي. وهنحط شويه هنا في الطاجن اهو. بسم الله. عشان المكرونه معاكي ما تلزقش والقعر بتاعها يحمر قوي، لازم تحط شويه من البشاميل في البايركس. نقلب بقى المكرونه كده. هنزل بشويه تمام كده. اللحمه المفرومه انا حطيت لها بشر طماطمايه واحده بعد ما ضفت التوابل والفلفل. بشر طماطمايه وسبتها تستوي معاها شويه لحد ما بقت جوسي وعامله كده اهي. انزل بيها بقى. شايفه الربع كيلو بقى كتير ازاي؟ جميله اهو. نظبطها بقى كده. وارش عليها شويه جبن. نكمل بقى بقيه المكرونه. نحط شويه بشاميل هنا على اللحمه اهو كده. ونضيف بقيه المكرونه. تمام كده. هنزل بقى بقيه البشاميل اهو. بسم الله.
انا عايزاها تبقى غرقانة بالبشاميل وتبقى سايحة ببعضها كده وتحفة. هعمل ايه بقى التركاية الجاية دي؟ هناخد معلقة من لبن البودرة، معلقة، وهحط عليهم شوية من البشاميل، هاخد شوية من على الوش كده عشان حاسة ان كتير اهو، شوية من البشاميل وهقلبهم كده مع بعض. هي دي التركاية اللي هتخلي لون المكرونة تحفة من فوق اهو كده. لو البشاميل اتبقى معاكي مش مشكلة، شيليه في كيس في الفريزر، بس اهم حاجة ما يبقاش ناقص عشان تبقى سايحة معاكي وجوسي وحلوة اهو. وهنخليهم على وش المكرونة من فوق كده. نرش بقى ميكس جبن شيدر على موتزاريلا على رومي شوية كده على الوش. ده كيس جبنة اسمه موتزاريلا فريش اهو، كنت جايبة ميكس تمام. وادخلها الفرن بقى على الرف الوسط، وهي اسيبها لاكتر حاجة هي نص ساعة، هي تلت ساعة وبتبقى استوت. وبشغل عليها الفرن من فوق ومن تحت الشواية علشان لونها يحمر معايا على طول. اول ما يحمر هطفي واسيبها 5 دقايق كمان، وبعد كده اطلعها وبألف هنا. وهزيها كده زيت بايركس بس كده قبل ما تدخلي الفرن عشان البشاميل كله ينزل من تحت. وادخلها الفرن بقى. شايفين المكرونه بقى لما طلعت من الفرن شكلها عامل ازاي؟ جميله خالص، وصوص البشاميل اللي فيها طري. قطعيها بقى كده مليانه بشاميل. هوريكي ازاي دلوقتي اما اطلعها وهي مليانه في البشاميل اهو. شايفه سايحه خالص جميله تحفه اهو. شايفه البشاميل؟ شايفه كلها مليانه بشاميل تحفه. الف هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.